السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الخلق اجمعين سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. النهارده بقى جايه لكم فتة طريقه سهله وجميله، وكل المصريين بيعملوها كده احتفاليه في العيد وبعد العيد اكيد، لان عندنا لحمه في الفريزر. بدات كده جبت حله وحطيت فيها معلقه سمنه او زبده، طبعا انت بتحطي يا ست الكل. المهم ما تحمريش التومه قوي، حاجه كده اصفريقه، عشان لما التوم بيحمر قوي بيمرر الاكل. تومي نازله عليه بشويه خل كده، وفي 100 معلقتين خل يعني، وحاطه الطماطم بتاعتك والصلصه وملح وبهارات والفلفل الاسمر بتوعك، وتظبطي الدنيا كده. على فكره انا عاملاها مفتله مش فرماها قوي. بدات بقى قطعت العيش وبحط معاه برضو فصين توم. دي كنت بوريكم اللحمه والشوربه بديها غلوه كده عشان ابقى اخد منها على العيش على طول. وده الرز الابيض، بحبها بالرز الابيض، في ناس بتشكل الرز براحتها عادي. ده بقى معاه فصين توم ومعلقه سمنه وزيت كده، وبقعد اقلب فيه لحد ما يتحمص تحميصه بنت ناس. اهو بعد ما اتحمص بنتحط عليه كرنبين 2 بس شوربه، اللي هي تاكليها كده تلاقيها طريه كده، مش معجنه بقى ولا لازقه في بعضها، ملدنه كده. ايه رايكم؟ شفتوا الحركه دي؟ انا جبت قالب اللي هو بتاع الرز ده، حشيته رز وعلى الوش عيش محمص، وقمت رايحه قلباه وحاطه من حواليه كده العيش، يعني مش هو ده بس، ده هو تحت قالب الرز عيش كمان. وحطيت الصلصه بقى وشوربتك وليمونك وشويه بقى خضره كده عشان الفينش الاخير ده. واتمنى لو كان الفيديو بقى عجبكم، وطريقه الفته بتاعت السهله اللي في ثانيه دي، في ثانيه بتاخد طبخه بتاخد طول اليوم، اتصورت في ثانيه. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من يوميات نونا، جنى وعمرو. مستنيه منكم الاشتراك.